باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحبائي، في الأحد الواقع ما بين خميس الصعود وما بين حد العنصرة، الكنيسة اختارت فصل الإنجيل يكون من إنجيل يوحنا الإصحاح 16 من آية 23 إلى الآية 33، من آية 23 إلى الآية 33. ويبدأ فصل هذا الإنجيل يا أحبائي بهذه العبارة اللي قالها رب المجد للتلاميذ. قال لهم: في الآية 23: وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا، الحق الحق أقول لكم. والكنيسة اختارت أن فصل الإنجيل يبتدي من أول الحق الحق أقول لكم، مع أن بداية الآية وفي ذلك اليوم لا تسألوني شيئا، لأن الكنيسة عايزة تركز من أول هذا الجزء. الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. وبعد كده يجي في الآية 26: وفي ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وآمنتم إني من عند الله خرجت. الكنيسة ابتدت فصل إنجيل الحد الواقع ما بين الصعود وما بين العنصرة بهذه العبارة: إن كل ما تطلبونه أو إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. للآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا. كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. الحقيقة عايز أكلمكم النهاردة عن نقطة مهمة جدا في حياتنا الروحية وفي عبادتنا، وهي لمن نصلي ولمن نطلب. لأن للأسف يا أحبائي ممكن نكون بنتعبد إلى الله، بنصلي وبنرفع أيادي في الصلاة وبنحني ركب في الصلاة، وإحنا مش عارفين إن لمن نصلي، أو الكتاب وجهنا إن إحنا لمن نصلي، أو كيف نصلي، أو ما هي علاقة الآب والابن والروح القدس في الصلاة اللي إحنا بنوجهها لله. ليه الكنيسة اختارت فصل هذا الإنجيل يا أحبائي؟ لأن دلوقتي المسيح صعد إلى السماء. بقول لكم ده الحد اللي هو بعد الصعود وقبل حلول الروح القدس. فالمسيح صعد إلى السماء، فالكنيسة بتقول لنا كلنا إن لينا في السماء من نطلب باسمه، لينا في السماء شفيع كفاري أمام الله الآب، فإن طلبنا باسمه يعطى لنا. فده الفكر اللي عايزة الكنيسة توصله لنا. وخلوا بالكم ان المسيح نفسه قال هذا الفكر، وعشان كده الكنيسة بتقول لأولادها ان المسيح في السماء اطلبوا باسم المسيح كل طلباتكم. المسيح في السماء فاطلبوا كل طلباتكم باسم المسيح. ودي العبارة اللي قالها المسيح ذاته في الآية 23 اللي قريتها عليكم: إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. كل ما طلبتم من الآب باسمي. فالصلاة موجهة من المؤمنين إلى الآب وموجهة باسم المسيح. الآية واضحة جدا: كل ما طلبتم من الآب. وطلبتم إزاي؟ طلبتم باسمي. وعشان أقول لكم إن ده فكر الكنيسة، خليني أخذ لكم مثل واضح جدا، وهو الصلاة اللي احنا بنصليها تكرارا ومرارا في الكنيسة. وهي أنهي صلاة اللي بنصليها تكرارا في الكنيسة؟ أبانا الذي، مش كده؟ صلاة أبانا الذي. نشوف أبانا الذي ذكرت في شاهدين، ذكرت في متى 6 وذكرت في لوقا 11. متى 6 ولوقا 11. بس قبل ما أقرأ الشاهد نصلي مع بعض كده الجزء الأخير من أبانا الذي،
لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. ده احنا بنصليها كده صح؟ طيب نشوف في لوقا 11 لما المسيح علم تلاميذه ازاي يصلوا، قال لهم كده: فقال لهم متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. بس دي صلاة أبانا الذي زي ما ذكرها معلمنا لوقا. طب نشوف معلمنا متى قالها ازاي. زي ما قلت لكم ان هي ذكرت يا احبائي في متى 6 في العظة على الجبل. قال لهم كده في متى 6: فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماوات، وكمل وفي الآخر لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. في حاجة في النص مش موجودة مش كده؟ وهي إيه؟ بالمسيح. فالكنيسة خدت التعليم اللي قاله المسيح نفسه له المجد في يوحنا 16: إلا كل ما طلبتم من الآب بإيه؟ باسمي. عشان كده لما الكنيسة بتصلي أبانا الذي بتصلي للآب أبانا الذي في السماوات، وتختم الصلاة بإيه؟ باسم المسيح. تختم الصلاة باسم المسيح، لأن هو علمنا كده إن احنا نصلي إلى الآب باسمه. عشان كده صلاة أبانا الذي اللي موجودة في متى 6 وموجودة في لوقا 11 ما فيهاش باسم المسيح. طب الكنيسة ازاي زودت على صلاة أبانا الذي باسم المسيح؟ لأن المسيح علمنا كده إن احنا لما نصلي ولما نطلب إيه؟ باسمه. لما نصلي ولما نطلب باسمه. ليه نطلب باسم المسيح؟ أول حاجة لأن الكنيسة علمتنا كده، زي ما شفنا في أبانا الذي، إن الكنيسة علمتنا إن إحنا بعد ما نخلص صلاة أبانا الذي زي ما المسيح علمها بالظبط، نضيف عليها هذه العبارة باسم المسيح. نضيف كده هذه العبارة بالمسيح يسوع ربنا أو باسم المسيح. تاني حاجة يا حبايبي إن الرسل نفسهم علمونا في كتاباتهم في العهد الجديد كده. عشان كده يا حبايبي هاخد شاهدين من اللي قرأوا عليكم النهارده، وهو البولس والكاثوليكون. ودي القرايات اللي الكنيسة اختارتها النهارده عشان الكنيسة عايزة تقول لنا إن هي دي الطريقة اللي نصلي بيها. يقول كده في رسالة كورنثوس الأولى دي اللي قرأت على مسامعكم، الإصحاح 15 آية 57 و 58 والإصحاح 16 من 1 ل 8. يبدأ فصل البولس يقول: ولكن شكرا لله. الله هنا مقصود بها ايه؟ الآب، مش مقصود بها الله المثلث الأقانيم. لكن ما يقول شكرا لله يبقى بيتكلم عن الله الآب. فبولس الرسول بيشكر الله الآب الذي أعطانا الظفر والغلبة بربنا يسوع المسيح. شكرا لله الآب بربنا يسوع المسيح. بولس الرسول دي الطريقة اللي بيصلي بيها، إن يوجه الشكر لله الآب بربنا يسوع المسيح. فصل الكاثوليكون اللي قرأ من بطرس الأولى الإصحاح الأولاني من آية 2 لآية 12. ده بولس الرسول. نشوف بقى بطرس الرسول في الكاثوليكون قال ايه؟ المبارك الله ابو ربنا. عشان كده بقول لكم الله مقصود بيها الله الاب، فوضحها بطرس الرسول هنا خالص. يعني مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي بكثرة رحمته ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة ربنا يسوع المسيح. نبارك الله الآب بربنا يسوع المسيح أو بقيامة ربنا يسوع المسيح. ما هي القيامة رجع للمسيح، فيبقى كأنها بربنا يسوع المسيح. بولس الرسول يقول شكرا، يوجه الشكر لله الآب بربنا يسوع المسيح. بطرس الرسول يبارك الله الآب بقيامة ربنا يسوع المسيح أو بربنا يسوع المسيح. فالكنيسة علمتنا، الرسل علمونا في كتابتهم ان احنا لما نصلي لله الآب ونصلي هذه الطلبة باسم المسيح او
نختم هذه الطلبة وهذه الصلاة وهذا الشكر أو هذا التسبيح، هذه البركة زي بطرس الرسول، نختمها بكلمة أو بعبارة بربنا يسوع المسيح. للآن لم تطلبوا شيئا باسمي. المسيح بيعتب علينا في هذه العبارة لما بيقول للآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا فتأخذوا ليكون فرحكم كاملا. يا ترى احنا لما بنصلي بنطلب باسم المسيح ولا لما بنصلي ازاي؟ هل لما بنصلي بنوجه الصلاة لله الآب ونوجه الصلاة باسم المسيح ولا لا؟ أول حاجة قلت لكم لأن الكنيسة علمتنا كده. تاني حاجة لأن هي دي الصلوات زي ما ذكرت، بولس يشكر الله الآب بربنا يسوع المسيح، بطرس يبارك الله الآب بربنا يسوع المسيح. ثالث حاجة يا أحبائي لأن نشوف ما صنعه المسيح لأجلنا. مش هتكلم بس عن خلاص المسيح اللي صنعه لينا، بل شوفوا كده في يوحنا 14 يقول وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. فاللي بيطلب من الآب عني وعنك إن روح الله يكون في الكنيسة وإن روح الله يمكث معانا إلى الأبد. مين اللي طلب؟ الابن طلب من الآب، وأنا أطلب من الآب. تفتكروا في أي خليقة أخرى سماوية أو أرضية تقدر تطلب من الله الآب أن يعطي روحه القدوس لينا وأن روحه يمكث معانا إلى الأبد؟ مفيش حد يقدر يطلب هذه الطلبة. لكن مين اللي يقدر يطلبها؟ الابن. عشان كده قال المسيح وأنا الابن الذي في حضنه كل حين، أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر يمكث معكم إلى الأبد. فليه بنقدم كل الصلاة لله الآب باسم المسيح، أو نختم كل صلاة سواء كانت صلاة شكر أو طلبة أو بركة نختمها باسم المسيح؟ لأن المسيح هو الوحيد الذي طلب من الآب أن يعطينا معزيا آخر روحه القدوس ليمكث معنا إلى الأبد. أيضا يا أحبائي المسيح هو الذي صلى عنا أمام الآب. يقول كده في يوحنا 17 يقول من أجلهم أنا أسأل. المسيح اللي بيتكلم بيقول للآب من أجلهم أنا أسأل. في حد غيره يقدر يسأل عنا أمام الآب؟ مستحيل. من أجلهم أنا أسأل. نشوف بعد كده سأل إيه من أجلنا. يقول في آية بعد كده آية 11 من يوحنا 17 أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك. أنا محفوظ في اسم الآب لأن إيه؟ المسيح بيسأل عني. المسيح بيطلب عني أمام الآب إنه يحفظني الله الآب في اسمه. قال كده أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. ليكونوا واحدا كما نحن. طلبة أخرى في نفس يوحنا 17 آية 15 يقول لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. فالابن يسأل إن الآب يحفظنا في اسمه، الابن يسأل إن الآب يحفظنا من الشرير وإحنا موجودين وعايشين في العالم. الآية 17 الابن يسأل ويقول قدسهم في حقك. الآب يحفظ في اسمه، الآب يحفظنا من الشرير، الآب يقدسنا في حقه. مين اللي بيطلب عنا كل هذه الطلبات؟ الابن. يوحنا 17 الابن هو اللي بيطلب كل هذه الطلبات عنا. هو اللي طلب لنا الروح المعزي ليمكث معنا للأبد. هو اللي طلب ان الآب يحفظنا في اسمه. هو اللي طلب ان الآب يحفظنا من الشرير. هو اللي طلب من الآب ان يقدسنا في الحق زي ما قال في يوحنا 17.
وبعد كده يقول ولأجلهم أقدس أنا ذاتي. لأجلنا المسيح قدس ذاته. قدس ذاته يعني خصص ذاته لينا، فملناش أكتر من كده شفاعة ودال أمام الله الآب إلا الابن نفسه اللي هو خصص نفسه لأجلنا. لأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. زي أنا ما خصصت نفسي ليهم وشاركتهم في اللحم والدم، هم أيضا يكونوا مخصصين لله الآب. فالابن فعل لنا هذا الدور. حد يقول لي لا استنى يا ابونا، اللي انت بتقوله ده يوحنا 17 من الآية الأولى لغاية الآية 19 كلها بتتكلم عن الطلبة اللي طلبها المسيح لأجل التلاميذ. أقول لك الطلبة اللي طلبها المسيح لأجل التلاميذ. طب نكمل يوحنا 17 الآية 20 يقول إيه؟ ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط. ده المسيح اللي بيقول، مش بيسأل من أجل التلاميذ بس. لست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم. فالمسيح بيسأل عن مين؟ عن الرسل. المسيح بيطلب عن مين؟ عن الرسل. الآية 20 يوحنا 17 المسيح يقول علانية إن أنا بطلب وبسأل مش بس عن خاصتي ال 12 تلميذ، لكن بسأل عن كل من آمن بكلامهم. كل إنسان آمن بالمسيح المسيح بيطلب عنه أمام الآب. عشان كده قال لست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكون الجميع واحدا كما إنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحدا فينا. وده بقى الجوهر بتاع إجابة السؤال لماذا نصلي باسم المسيح؟ لماذا نصلي باسم المسيح؟ لأن قال كده كما إنك أيها الآب فيا وأنا فيك. الآب في الابن والابن في الآب. طب إيه الصلة الثانية؟ ليكونوا هم أيضا واحد فينا. طيب دي هتيجي إزاي؟ طب أنت في الآب والآب فيك، إزاي إحنا هنبقى واحد في الآب والابن؟ شوفوا بقى المثل اللي اداه المسيح في يوحنا 15. قال أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. وإحنا إيه طيب؟ قال إحنا الأغصان. قال كده كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر بيتكلم عن عمل الآب. الآب لو لقى غصن في المسيح لا يأتي بثمر، الغصن دوت في الكرمة. الكرمة هي المسيح. فلو الكرام اللي هو الآب لقى أي غصن مش جاي بثمر يعمل إيه؟ ينزعه. وكل غصن يلاقيه ثابت في المسيح جاي بثمر ينقيه عشان يأتي بثمر أكتر. بعد كده يقول اثبتوا فيا وأنا فيكم. يبقى ناخد الآية بقى اللي في يوحنا 17 أنت فيا وأنا فيك. ده علاقة الآب بالابن. أنت فيا وأنا فيك. وعلاقتنا إحنا إيه؟ إحنا علاقتنا بالابن. اثبتوا فيا وأنا فيكم. فمين اللي رابطنا بالآب؟ الابن المسيح. هو في الآب والآب فيه، وإحنا في الابن والابن فينا. يبقى إحنا في الآب من خلال الابن. عشان كده قال هو الكرمة وإحنا الأغصان. الكرام مش هيقرب لأي غصن إلا لو كان الغصن ده ثابت إيه؟ في الكرمة. فأنا لو مش ثابت في المسيح ماليش قبول لدى الآب. أروح للآب أعمل إيه؟ وأتكلم إزاي؟ وأقول إيه؟ ما ينفعش. ما ينفعش. شفتوا بقى يوحنا 17 مع يوحنا 15 مثل الكرمة. الآب في يوحنا 17 الآب في الابن والابن في الآب. في يوحنا 15 المسيح الكرمة وإحنا الأغصان نثبت فيه وهو يثبت فينا. تبقى العلاقة كده كل شيء نطلبه من الله الآب بالابن. كل شيء نطلبه من الله الآب بالابن. عشان كده كمل بعد كده وقال أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير لأنكم بدوني
بعيد عن المسيح، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. ماليش قبول، ماليش قدوم لدى الآب إلا لو كنت ثابت في الابن، لو كنت ثابت في الكرمة. بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف، ويجمعون ويطرحون في النار فيحترق. إن ثبتتم فيا، شوفوا بقى، إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. يوحنا 17 يقول للآن لم تطلبوا شيئا باسمي. ليه نطلب باسمك؟ لأننا الكرمة وإنتوا الأغصان، لازم تكونوا ثابتين فيا، وإلا لو ما كنتوا ثابتين فيا هتبقوا زي الغصن اللي بيجف ويقطع ويحرق بالنار. لكن إن ثبتتم فيا إيه اللي يحصل؟ تطلبون فيكون لكم. لأن هنطلب بإيه؟ بالكرمة اللي احنا ثابتين فيها. ما يقدرش الغصن يطلب إلا من خلال الكرمة اللي ثابت فيها وهي ثابتة فيه. عشان كده قال إن كل ما تطلبونه الآب باسمي يعطيكم. يبقى لما نتقدم لله الآب نتقدم لله الآب بالابن. لما نتقدم لله الآب نتقدم لله الآب بالابن. ليه؟ لأن الابن هو الوحيد الشفيع الكفاري عن خطايانا زي ما قال يوحنا. دي طبعا دي فوق كل اعتبار. الابن هو الوحيد اللي طلب من الآب أن يعطينا الروح القدس ويمكث معنا إلى الأبد. الابن هو الوحيد الذي سأل الآب أن يقدسنا، أن يحفظنا في اسمه، أن يحفظنا من الشرير، وفعل الآب لينا كل ما سأل الابن. الابن هو الوحيد اللي احنا نثبت فيه وهو يثبت فينا، وبدون ثباتنا فيه نقطع ونحرق بالنار، زي الغصن اللي ثابت في الكرمة يقطع ويحرق بالنار. أما الغصن اللي ثابت في الكرمة يطلب كل ما يريد فيكون له. لأن بيطلب لأن له الدالة لأنه ثابت في الكرمة. يطلب لأن ليه باسم المسيح جرأة وقدوم أمام الآب. عشان كده يا أحبائي زي ما قلت لكم ده تعليم الكنيسة اللي أضافت بالمسيح يسوع ربنا للصلاة أبانا الذي. ده تعليم الرسل في كتاباتهم، وده العمل اللي بيعمله لينا المسيح واللي يستحيل إن آخر يستطيع أن يفعله، من جهة إرسال الروح القدس، من جهة تقديسنا في الله الآب، أو من جهة ثباتنا. فليس لنا ثبات إلا في الابن، والابن هو الوحيد الذي في الآب، فمن خلال الابن يكون لنا الجرأة والقدوم أمام الآب. عشان كده يا أحبائي بجانب القراءات اللي أنا قريتها لكم من البولس والكاثوليكون اللي الكنيسة رتبتهم في الحد برضو اللي هو ما بين الصعود والعنصرة، عشان تورينا أن الشكر بربنا يسوع المسيح والبركة لله الآب بقيامة ربنا يسوع المسيح. هاخد معاكم بس جزء من رسالة أفسس يعطينا أيضا معنى لكل ما أخذناه في اسم المسيح. فمن يوحنا 15 و16 و17 شفنا اللي المسيح بذاته طلب وسأل لينا. يجي معلمنا بولس الرسول يقول لنا في أفسس 1 يقول مبارك الله، زي ما بطرس الرسول قال مبارك الله، برضو بولس الرسول يبارك الله الآب. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. فكل بركة روحية يعطيها لينا الله الآب هي معطاة في إيه؟ في المسيح، مش ممكن تكون خارج المسيح أبدا. يكمل بعد كده يقول كما اختارنا فيه، أو بعبارة أخرى كما الله الآب اختارنا في المسيح. فلا مش ممكن أكون من المختارين لو أنا إيه؟ مش ثابت في المسيح، أو أنا مش فيه. اختارنا في المسيح من قبل تأسيس العالم لنكون قدسين وبلا لوم قدامه في المحبة. عيننا للتبني بيسوع المسيح. لما بقف وأقول يا أبانا الذي في السماوات، هل بتصور نفسي إن هذا التبني إن الله الآب تبناني بالمسيح؟ برا المسيح ما كانش ليا إيه؟ تبني. ده الكلام اللي بيعلمه لنا الكتاب، إن الله الآب عينني للتبني، اختارني إن أنا أصير له ابن بيسوع المسيح.
عيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح مجد نعمته، الذي فيه في المسيح يسوع لنا الفداء بدم غفران الخطايا حسب غنى نعمته. كل هذه البركات خدناها ايه؟ في المسيح يسوع. كل بركة روحية في السماويات إن الله اختارنا، تبنانا، صار لنا الفداء بدمه. كل هذه البركات هي في المسيح يسوع. ويكمل بعد كده ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات وما على الأرض، في ذاك الذي به أيضا نلنا نصيبا. كل شيء الله جمعه في المسيح يسوع. فلمن نصلي؟ نصلي لله الآب. وبمن نصلي؟ نصلي بالله الابن، بربنا يسوع المسيح. طب ما هو دور الروح القدس؟ ما هو دور الروح القدس؟ احنا نصلي لله الآب بربنا يسوع المسيح الله الابن. طب ايه دور الروح القدس؟ دور الروح القدس في نفس الرسالة، رسالة أفسس، يقول آية حلوة قوي، أفسس 2:18. اسمعوا الآية ديت وركزوا فيها، هتعرفوا العلاقة بيننا وبين الآب والابن والروح القدس. في أفسس 2:18 يقول لأن به هنا عايدة على المسيح. فممكن نقول الآية بوضوح شوية، لأن بالمسيح لنا كلينا دي عايدة على اليهود والأمم، فممكن نشيل يهود والأمم ونقول كل المؤمنين. لأن بالمسيح لنا كلنا قدوما في روح واحد إلى الآب. أقول لكم الآية تاني، ركزوا معايا. لأن بالمسيح لنا كلنا في روح واحد قدوما إلى الآب. يبقى أنا بتقرب لله الآب بالمسيح يسوع في الروح القدس. مرة تانية، بطلب أو أصلي أو أشكر أو أبارك زي ما خدنا شواهد مختلفة إلى الله الآب بيسوع المسيح في الروح القدس. دي علاقة كل واحد فينا بالثالوث القدوس. فيبقى كل مرة بنقف بنصلي لله الآب بالمسيح يسوع ربنا في الروح القدس. عن الروح القدس ديت يقول لنا كده بولس الرسول في رسالة روميا، يوضح لنا المعنى المقصود في الروح القدس. يقولها كده في روميا 8، يقول لأنكم أخذتم روح التبني. روح التبني الروح القدس الذي به نصرخ يا أبا الآب. فاحنا بنصرخ أو نصلي ونقول إيه؟ يا أبانا. بإيه؟ أو في إيه؟ في الروح القدس. لأنكم أخذتم روح التبني، فروح الله ساكن فيا، نصرخ بالروح اللي فينا يا أبا الآب. الآية دي يمكن مش واضحة قوي، خدوا آية أوضح من كده برضو في روميا 8، يقول والذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. الروح بحسب مشيئة الله يشفع في المؤمنين. يبقى ناخد بقى أفسس 2:18 تاني، لأن بالمسيح يسوع لنا كلنا قدوما في الروح القدس الذي يشفع فينا والذي يصرخ يا أبا الآب. لنا به كلنا قدوما في الروح لدى الآب. فلمن نصلي؟ لله الآب. بمن نصلي؟ بالمسيح يسوع ربنا. في من نصلي؟ في الله الروح القدس. احبائي، لو قرينا الكتاب بعمق ولو جمعنا كل هذه الشواهد واكثر منها كتير قوي، هيقدر يوصل لنا هذا المفهوم الواضح والجلي تماما في الكتاب،
من رب المجد نفسه في يوحنا، زي ما خدنا الشاهد اللي الكنيسة رتبته لينا عشان تقول لنا لينا مسيح في السماء صعد وجلس عن يمين العظمة، فلنا من نصلي به كل حين أمام الآب. ليه ما بنصليش بالمسيح يسوع؟ ليه ما بنصليش بالمسيح يسوع؟ ليه ما بنعرفش لمين نصلي مع ان الكتاب علمنا لمين نصلي؟ وحتى الآباء القديسين يا أحبائي علمونا كده، قال إن كل عطية وكل بركة في حياتنا من أول الخلق إلى الخلاص إلى كل النعم والهبات اللي أعطاها لنا الله هي من الله الآب بالمسيح يسوع في الروح القدس. ده تعليم الآباء القديسين. فإذا كان كل بركة في حياتنا هي من الله الآب بالمسيح يسوع في الروح القدس، يبقى احنا لما نقف أمام الله الآب بالمسيح يسوع في الروح القدس. يبقى كده تعليم الكنيسة وتعليم الآباء، وفوق كل دوت تعليم الكتاب المقدس. ده اللي علمته لنا الكنيسة، ان احنا لما نصلي ونرفع قلوبنا نقول يا أبانا، ولما نقدم هذه الصلاة نقدمها ايه؟ بالمسيح يسوع ربنا. أتمنى يا أحبائي أن هذا المفهوم يكون واضح لنا جليا، عشان ده هيعمق مفاهيم كتيرة في علاقتنا بالله الآب والابن والروح القدس. ربنا يديني ويديكم يا أحبائي أن احنا نتمتع بكل البركات والنعم والهبات التي أعطاها لنا الله الآب بابنه يسوع المسيح في روحه القدوس. له كل المجد وكرامة في كنيسته الآن وإلى الأبد.